يا مساء الفل والهنا والحلويات على احلى واجمل اخواتي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده طالعه لكم كده من هنا علشان هتكلم، فانا مش عايزه اطلع بوشي خالص. انا عايزه اوريكم الحاجه اللي انا جبتها. دي اول مشتريات للجامعه، اول حاجات اللي انا جبتها للجامعه. عايزه اقول لكم ان الحاجات دي مهمه جدا جدا، وكل حاجه من دول هتنفعني في حاجه وهقول لكم عليها دلوقتي. فيلا بينا نشوف المشتريات اللي احنا جبناها ونشوف احنا جبنا ايه. وكمان ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده واشتراك في القناه لو انتم مش مشتركين عشان تشوفوني تاني، وتعملوا شير الفيديو عشان يوصل كل الطلاب. يلا بينا نشوف المشتريات بتاعه الجامعه. عايزه اقول لكم ان الحاجات دي عجبتني جدا 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 للكليه، من الستيك نوت للنوتة للاقلام الهايلايت لاقلام البرونز للمقالم، الحاجات دي كلها. اول حاجه كده انا جبتها ودي كانت عجباني جدا لان انا بحب ان انا اكتب بكذا لون، فهي باكت الاقلام دي. باكت الاقلام دي فيها 12 لون. عايزه اقول لكم الوانها حلوه جدا جدا جدا. هي ما بتقعدش كتير ما بتعملش، بس حرفيا عجباني قوي قوي قوي. وما كانتش غاليه خالص، بالعكس كانت رخيصه جدا، فعجباني جدا. فدي اول حاجه انا جبتها. تاني حاجه جبتها وهي النوتة دي. عايزه اقول لكم النوتة دي شكلها حلو جدا، بصوا كيوت حلوه قوي. انا جبتها عشان شكلها اصلا برجر وبطاطس وشكلها كيوت. ورقها بقى من جوه حلو جدا، متقسم كده، والديت والتايتل والحاجات دي اهو. وحلوه وجاي معاها القلم بتاعها، يعني هي النوتة بالقلم بتاعها، وكمان قلمها سن رفيع فينفعني قوي. فاهي هي بتيجي كده، بيبقوا الباكت كده مع بعض. ودي كان سعرها تقريبا 20 جنيه. جبت دي بقى لو انا هاخد مثلا شنطه كروسه صغيره وعايزه دي حاجه اكتب فيها زي المحاضرات، فدي حاجه متقسمه كده لورق اهي. بصوا كل حبه ورق كده متقسمين وفيهم فواصل، ممكن بقى انت تقسميها. يعني دي لو انت مضطره ان انت تاخدي شنطه صغيره مش شنطه باك، وعايزه حاجه صغيره تكتبي فيها ملاحظات كده، فهتاخدي حاجه زي كده، حاجه صغيره كده. وكمان ورقها حلو وكتير، يعني هي تقريبا 200 ورقه، 192 بالظبط. فحرفيا حلوه جدا. دي مقاسها A7 بس حلوه قوي قوي قوي، ده شكلها. ودي برضو مش فاكره والله سعرها، بس كانت تقريبا ب30 جنيه تقريبا. النوتة السلك دي عايزه اقول لكم ان هي مهمه جدا 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 ليكم. النوتة السلك دي كانت عندي، انا ما جبتهاش. الحاجات دي في حاجات كانت عندي وحاجات انا جبتها جديده. النوتة السلك دي انا ما جبتهاش، كانت عندي. عايزه اقول لكم ان انا كنت بكتب فيها السكريبت بتاع الفيديوز وكل الحاجات دي، وورقها من جوه حلوه جدا جدا جدا. دي برضو ممكن تاخديها تكتبي فيها المحاضرات بتاعتك، دي هتبقى حلوه جدا ليكي لانها هتبقى زي الكشكول، فهي حلوه قوي 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 يا بنات، فدي هاتوها دي ضروري. جبت دي بقى لو انا مثلا ايه، بس دي انا مش جايباها للمحاضرات بصراحه، دي انا جايباها لو انا عايزه اكتب حاجات كده خاصه بيا، ارقام تليفون، عناوين حاجات معينه، ببقى عايزه حاجات نوتة صغيره زي دي، فجبت دي. جبت كمان الاقلام دي، قلت ان هي برضو انا جبت البرونز، اجيب بقى العاديه، فده باكت فيه 5 كده، كانت تقريبا ب15 جنيه بس حلوه جدا. المقالم بقى وجمال المقالم، انا جبت لي دي مش هسكت يعني عشان التفاهه، جبت معاها قلم نفس اللون اهي. لازم قلم نفس اللون. بصوا كمان حلوة قوي، والقلم سنون كده والسن بتاعه حلو، فعجبني جدا. جبت البينك والاخضر عشان ابقى لون. جماعه ما اقدرش اشوف قلم شكله كيوت كده وما اجيبوش. بصوا كيوت، بصوا كده بدوبه كده، شكله حلو قوي. ده قلم جاف بس شكله حلو جدا قوي، يعني بجد شكله تحفه. ده كان ب10 جنيه. ده رصاص بس برضو ما قدرتش ما اجيبهوش، وخصوصا ان هو فيه الماسه دي، شكله حلو قوي. الستيك نوت بقى، الستيك نوت ورغي الستيك نوت. عايزه اقول لكم الستيك نوت ده حرفيا اساسي معايا، بكتب اي حاجه وبلزقها على الحيطه، اي حيطه وبلزقها. جبت التفاحه، جبت شكل التفاحه، وجبت ايه، المربع ده اشكاله والوانه خطيره بجد تحفه. الهايلايت بقى، هايلايت كتير، اديني في الهايلايت، اديني في الهايلايت، الهايلايت كتير حرفيا. بس دول اللونين اللي انا على طول بستخدمه. انا مرضتش اجيب البينك والاخضر لان انا ما بستخدمهمش كتير، انا بستخدم دول الاصفر والاورنج. عايزه اقول لكم ان دول خلصوا اصلا، دول انا كنت جايبهم وخلصوا، فجبت واحد جديد وجبت واحد اورنج، وده كان عندي قديم بس ما خلصش لسه فيه. وجبت علبه سنون. فدي اول مشترياتي للدراسه. عايزه اقول لكم ان الحاجات دي مهمه جدا 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 ان هي تبقى عندك، لان دي اساسيات. يعني النوتة دي لو انت مثلا في اي مكان ومحتاجه تكتبي اي حاجه ضروري، هتفتحيها وتكتبي فيها اهو.
اهو القلم كمان خطه حلو. فدول اساسيات لازم تبقى معاكي، لازم تبقي جايباها. فدول الحاجات اللي انا جبتها النهارده، وطبعا هجيب حاجات تاني لسه، احنا لسه ما بدأناش، ولسه هاخدكم فلوجات وانا رايحه اجيب الحاجات دي يعني. بس الحاجات دي انا كنت جايباها من عندي من الشغل من فتره، يعني بجيبها حاجه في حاجه كده عشان ما ادفعش مبلغ وقدره. ف... فلسه هجيب حاجات ياما تاني يعني. فتابعوا الفيديوهات واشتركوا في القناه عشان يوصلكم مني كل الحاجات اللي هجيبها، وتشوفوا كل حاجه انا بجيبها اول باول. فبس كده، ده الفيديو بتاع النهارده. على كل ما تنسوش لايك جميل، اشتراك في القناه عشان يوصلكم مني جديد، تعملوا شير للفيديو ده، وتحشوني جدا جدا. باي باي.